المخلوقين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. فهو يخاطبنا بهذه الآيات الأخيرة كي يدلنا على سبيل النجاة. يقول لنا راه الشفاء من طريق محمد. ما تهمكمش الدنيا بهمومها وغمومها، راه الفرج مع الله. إن مع العسر يسرا، ولن يغلب عسر يسرين. ولذلك شد في ثليل سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام، الذي شفاه ربه من كل ألم. إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب. فإذا فرغت من عمل الدنيا وما فيها من أشغال فانصب. متعتك مش كما يظن العامة قال فانصب برا انصب، أبدا. اخدم على روحك خدمة تجد بركتها عند الله تعالى. فانصب، اتعب في سبيل مرضاة مولاك. هكذا يعلمنا ربي كيفاش نشفو هالقلوب من خلال هدي محمد، من خلال دعوة محمد، من خلال طريق محمد. للأسف كما قلت الناس بحثوا عن هذا الشفاء في طرق مختلفة وظلوا عن الطريق السوي، وظلوا عن الطريق السوي. احنا يلزمنا نحتاط بهذه المغريات وردوا بالنا من أدعياء السوء وإمامهم الشيطان وشياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. إذا ضاقت عليكم الدنيا رب يقول لكم ففروا إلى الله، ففروا إلى الله. ومحبة سيدنا صلى الله عليه وسلم تشفى القلوب، محبة سيدنا صلى الله عليه وسلم تشفى القلوب. الخاطر وقت تحبوه وتعظموه بقلوبكم هذا يحملكم على اتباع سنته والأخذ بكتابه ودعوته. فإذا تمسكتم على إرث محمد من الكتاب والسنة وجدتم الفرج وشفاكم الله من كل داء وشرح صدوركم بنور الهداية. ومن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يشرح صدره للإسلام. معنى الإسلام أن يسلم وجهه لله خالصا مخلصا، يتوجه بقلبه بعقله وجوارحه وكل ما فيه إلى الله، يستمد منه العون والقوة. ولذلك مثل المناسبات إذا كانت ثم وصية نتوصوا بها هي نشدوا في حبل ربي ونشدوا في طريق النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. النبي الأكرم اللي برشا ناس مش عطيتها قيمة ومش عارفين قدره بالنسبة لأرواحهم في الأمة المحمدية، لكن عمرهم ما وقفوا مع شخص المصطفى ولا حاولوا يفهموه الطبيب بتاع القلوب. ما عمرهم ما اعتنوا باش ياخذوا شيء من هديه ومن سيرته. ولذلك فهموا ليه فهم سطحي. ونسمع الواحد فيهم يحكي قال محمد رسول سفير جاب الرسالة ومشي. هكذا يفهم عن النبي صلى الله عليه وسلم، شخص كبقية الأشخاص جاب أمان، جاب رسالة وصلها وتعد. هذا ما فهمت من النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو كل ما أدركته منه، هذه عقيدتك فيه، هذا هو ما شعرت به من قيمة النبي الأكرم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. نقرأ لكم هذا الحديث تفهموا به جزء مما عظم الله به قدر محمد، وقدره عند الله عظيما. أخرج ابن عساكر عن سلمان قال قيل للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم كلم الله موسى تكليما وخلق عيسى من الروح القدس واتخذ إبراهيم خليلا واصطفى آدم فما أعطيت من الفضل. هكذا سألوا تلك الحلل التي أعطاها الله لصفوته من أنبيائه ورسله. ظن الناس أنه ليس النبي صلى الله عليه وسلم حظ منها. ربنا اصطفى عباده الأخيار فجعل موسى كليما وجعل عيسى يخلق من روحه وجعل إبراهيم خليلا واصطفى
آدم فخلقه بيده ونفخ فيه من روحه، ولذلك ماذا بقي لمحمد؟ هكذا سألوا. فهبط جبريل فقال إن ربك يقول، واسمعوا هذا الجواب الإلهي، هذا أقوله لكل من يريد الحط من قدر محمد، والله سيبقى قدره عال دائما أبدا، شاءوا أم أبوا، لأن الله تكفل بذلك، سيبقي ذكره في الخافقين مهما فعلوا. هبط جبريل فقال إن ربك يقول إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا. وحده بوحده، وشوف القدر والفارق. إن كنت اتخذت إبراهيم خليلا فقد اتخذتك حبيبا، والمحبوب فوق الخليل. وإن كلمت موسى في الأرض تكليما فقد كلمتك في السماء ليلة الإسراء والمعراج. وإن كنت خلقت عيسى من الروح القدس فقد خلقت اسمك من قبل أن أخلق الخلق ب2000 سنة، ولقد وطئت في السماء موطئا لم يطأه أحد قبلك ولا يطأه أحد بعدك. وإن كنت اصطفيت آدم فقد ختمت بك الأنبياء، وما خلقت خلقا أكرم علي منك، وقد أعطيتك الحوض والشفاعة والناقة والقضيب والتاج والهراوة والحج والعمرة وشهر رمضان والشفاعة. ظل عرشي في القيامة عليك ممدود، وتاج الحمد على رأسك معقود، وقرنت اسمك مع اسمي فلا أذكر في موضع حتى تذكر معي. ولقد خلقت الدنيا وأهلها لأعرفهم كرامتك ومنزلتك عندي، ولولاك ما خلقت الدنيا. تماش تصريح أعظم من هذا. ربنا رب يتكلم، ربنا رب يعرفنا بقدر محمد اللي احنا مش عارفين قدره. قال سفير أدي الرسالة وامشي. قال محمد لا ينفع لا يضر، ما تمشي على روح. صحيح النفع والضار هو الله، ولكن رد بالك من هالكلام هذا، لا تتجرأ على محمد. رد بالك، راه حصن حصين. إن قلت مثل هذه الكلمات تخشى على نفسك الهلكة. صحيح النافع والضار هو الله، ولكن ربي جعل نفعه ضره لعباده مقرون بأسباب، مقرون بأسباب. الطاعة فعل الله فيك تنفعك، تؤهلك لدخول الجنة، ربي وفقك لها، لكنها سبب، ومحمد سبب للهداية، سبب للهداية، ولذلك ينفع ويضر بإذن الله تعالى. سيدنا عمر رضوان الله عليه لما وقف عند الكعبة والتمس الحجر قبله ثم قال: يا حجر إني أعلم أنك لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. هذا فهمه، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. فسمعه الإمام علي كرم الله وجهه قال: يا عمر إنه ينفع ويضر. قال: كيفاش؟ قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: كل من يطوف بالبيت ويلتمس الحجر يكتب الله كتابا باسمه ثم يلقمه فم الحجر الأسعد يشهد له به يوم القيامة. ولذلك ينفع ويضر، يشهد لك بين يدي الله يوم القيامة، ينفعك ويضرك. فلذلك رد بالك تتحقق على النبي عليه الصلاة والسلام، رد بالك، راه مقامه مخطئ. اللي يعظمه يرضى، واللي يضر بعين الدنيا يخسر. يلزم ديما تكون نظرتنا لسيدنا صلى الله عليه وسلم نظرة التعظيم والإكبار. هذا الإمام مالك إمام
إمام المذهب رضوان الله عليه كان إذا جاءه الناس يستفتونه يخرج جاريته كي تسأل. هل شئت تسأل عن تفسير آية أو عن مسألة فقهية؟ فإن كان ذلك خرج الإمام فأجاب. أما إذا قيل له جئنا نسأل عن حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم فلا يخرج إليهم حتى يغتسل ويلبس أحلى ما عنده من ثياب ويتزين ويتطيب ويستاك ويوضع له كرسي أو منصة خاصة يجلس عليها ليحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وإذا سئل عن ذلك يقول لا أفعل هذا إلا إجلالا لمقام المصطفى، إني سأحدث بحديثه. هذول ناس يعرفوا قدر سيدي صلى الله عليه وسلم، ولذلك كانوا يتأدبون معه تمام الأدب. وفي حديث آخر قدسي فيه من هذا الحديث الأول قال تبارك وتعالى سل المولى جل جلاله في حوار مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث الإسراء. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم أثنى على ربه فقال الحمد لله الذي أرسلني رحمة للعالمين وكافة للناس وأنزل علي الفرقان فيه تبيان لكل شيء. فرقان شنو هو القرآن. وجعل أمتي خير أمة أخرجت للناس وجعل أمتي وسطا وجعل أمتي هم الآخرين وهم الأولين. آخر أمم في البعثة وأولهم في دخول الجنة. وشرح لي صدري ووضع عني وزري ورفع لي ذكري وجعلني فاتحا وخاتما. فقال إبراهيم بهذا فضلكم محمد. سيدنا إبراهيم قال سيدنا الأنبياء والرسل قالوا بهذا اتقدم عليكم وفات. وفيه قال أيضا جل جلاله له سل. قال سيدنا صلى الله عليه وسلم قال اسر شتحب. فقال إنك اتخذت إبراهيم خليلا وأعطيته ملكا عظيما وكلمت موسى تكليما وأعطيت داود ملكا عظيما وألنت له الحديد وسخرت له الجبال وأعطيت سليمان ملكا عظيما وسخرت له الجن والإنس والشياطين والرياح وأعطيته ملكا لا ينبغي لأحد من بعده وعلمت عيسى التوراة والإنجيل وجعلته يبرئ الأكمه والأبرص وأعذته وأمه من الشيطان الرجيم فلم يكن له عليهما سبيل. فقال له ربه تبارك وتعالى قد اتخذتك حبيبا وهو مكتوب في التوراة حبيب الرحمن وأرسلتك إلى الناس كافة وجعلت أمتك هم الآخرين وهم الأولين وجعلت أمتك لا تجوز لهم خطبة حتى يشهدوا أنك عبدي ورسولي وجعلتك أول النبيين خلقا وآخرهم بعثا وأعطيتك 7 من المثاني ولم أعطها نبيا قبلك وأعطيتك خواتيم سورة البقرة من كنز تحت العرش لم يعطها نبيا قبلك وجعلتك فاتحا صلى الله عليه وسلم. فضلني ربي ب6